وفي مليارات بتتنهب حتى الان في الداخل اكتر من اللي اتهربت في الخارج. لو نجحنا في ان احنا نطارد الفساد بشكل جيد، وان احنا نواصل ترشيد السلوكيات في الداخل، احنا نظبط نحو الاهم، بمعنى مثلا ما معنى ان ينفق كل هذه الاموال في هذا الشكل في ذات الوقت اللي في ناس جوعى لا يجدون ما ياكلون. هذه كارثه بالمفهوم. الناس بتحب الفن، وزي ما بتأدي الصلوات وما بتسيبهاش بتخش السينما. لا ده بالعكس، انا عايز اقول لك في احصائيات بدات تتحدث عن ان هناك تحرك مضاد لوصول التيار الاسلامي للحكم، بمعنى محاوله نشر التبرج بشكل اكبر ودائره اوسع في صوره من صور استفزاز السلطه. سنين على اهميه الفن كمان كقيمه ثانيه. لكن المهم ايه اللي بيقدمه الفن. لكن النهارده عشان تطلع لي فن عري، فن لغه الجنس والاثاره وثلاث ارباع الفيلم جوه اوضه النوم، انا شايف ان دي نوع رديء للغايه. مطلوب ان الفنانين يعني زي ما بقول لحبيب خالد يوسف، اقول له دايما اطلعوا من اوضه النوم، ادخلوا. ما لقيتش خالد يوسف؟ ما هو الواقعيه، هو دايما يقول لي الواقعيه، قلت له ما يطلع يقول لك الواقعيه دي مش عارف يعني واقعيتنا في اوضه النوم دايما مش عارف ليه. احنا عاوزين نطلع من الفن الهابط ده الى الفن المحترم العالي اللي هو هيرفع مشاعري ومشاعرك، اللي هو يدفعنا لقدام. لكن بصراحه عبده موته وما اعرفش لحظه ايه، ودي مش افلام. انا مش منزعج. المصريين صرفوا كام على السينما، صرفوا كام على الموبايل شهريا، بيصرفوا كام، صرفوا كام على اللحوم، على لبس العيد، على يعني عايز اقول دايما عندك لما بتنزل تشتري حاجه بتلاقي الموبايل، ممكن تلاقي موبايل ب 150 جنيه وتلاقي موبايل ب 7000 جنيه. مظبوط. كويس. ففي اذواق متنوعه في المجتمع. يعني الانتاج الفني اللي طلع الفتره اللي فاتت في رمضان ده، يعني كميه العور اللي فيه كان فظيع. وايه تحديا عشان اعرفكم ان انتوا في حكمكم اهو ادي الحريه وانا غصب عني. يا سيدي احنا مش هنعمل كده. اشتغل، ما انت حسابك عند ربنا وحسابك عند، خد حريتك براحتك. الناس بس انا بقول حسابك عند ربنا وانا خففت حاجه. ما قريتهاش كده. انا قريتها ان عندك مجتمع مصري، عندك مجتمع مصري في تراكم حضاري، في عروسه المولد وفي الحصان بتاع، يعني في، لا اقصد اقول ان في اذواق، في اذواق متنوعه، في اذواق متنوعه.